شي حنا المغاربه حكاره والله حكاره. انا غنقول لكم دابا على واحد البلان كان طرق سفيان الرحيمي مؤخرا وحتى شي واحد ما دار ليه الخبار. عقلتوا على الماتش الاخر اللي خسرات فيه المنتخب الوطني المغربي مع جنوب افريقيا. سفيان الرحيمي كان لاعب الماتش كامل، وصلت الدقيقه 60 خرجوا وليد الركراكي. السيد مزيان خارج جاي باغي يجلس في البونتوش، نط حتى السي بوحزمه المساعد الثاني شديتيه من يدو وقلتي ليه اجي سلم على عمك الركراكي. وليد ديك الساعه الماتش عنده مزير وعليه الضغط، وهو ديك الساعه كان كيعطي التعليمات ديالو للاعبين. جا الرحيمي سلم عليه عادي مشى. دابا انا بغيت نسولكم غير واحد السؤال. الماتش الاخر اللي لعب المنتخب الوطني المغربي ضد زامبيا كلنا شفنا داك التصرف اللي دار زياش واللي دار نصيري. هما خرجوا بجوج، واحد ضرب القرعه، واحد بقى ما عرفتش شنو تيقول، واحد ضرب الصباط ديالو. غنبغي نقول لكم هما بجوج هما اللي خرجوا ما سلموش على وليد، يعني مشاو نيشان جلسوا في البونتوش. علاش السي بوحزامه ما نتيش نتايا وشديتي لهم بيدهم وقلتي لهم تعالوا سلموا على الركراكي، تعالوا سلموا على عمكم؟ انا الا نعرفك كاين خاصك ديرها لهم، وما تمشيش نتايا عبد الرحيمي اللي ديجا هو عنده مشاكل ديالو مع المنتخب وبزاف تعيط عليه والد تتنوض تشدو اجي سلم على عمك الركراكي. انا الا نسميك معلم ونسميك كاين، واش دا سيدي انت من زياش وقول لي تعالى سلم على الركراكي؟ لا ما يسمكك والله تيسمكك. اصلا هذاك السيد بعدا جابو تما يا وليد ما دار ندوه الصحفيه، ما قالش علاش حيد امزيل، جاب هذاك السيد شنا تما كيسلم على اللعابه بحال حجيته هو اللي كان. هاد المحسوبيه وهاد الزبونيه وهاد الشيء راه ما خصوش يكون. الا شديتي انت الرحيم من يديه وقلتي ليه تعالى سلم، خاصك ديرها مع اللاعبين كاملين، ديرها مع دياز، ديرها مع زياش، ديرها مع حكيمي، ديرها مع بوفال، ديرها مع دوك الدراري المدللين.